السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنفرز مع بعض النهاردة الملوخية الخضراء، وان شاء الله هتقعد معاكي من السنة للسنة بالطريقة دي. وكنت ناوية اوريكم ازاي تخزنيها ناشفة بطريقة ممتازة، بس للأسف حصلت معايا حاجة خلتني لا عرفت افرزها خضراء ولا عرفت افرزها ناشفة. حط لايك وشير لكل حبايبك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا هنا يا بنات جبت كمية ملوخية فوق ما تتصوروا. بصوا ده الشوال الاولاني، وجبت شوال تاني زيه. انا عادة لما باجي افرز الملوخية بعمل منها جزء اخضر وبحطه في الفريزر، وهوريكم الطريقة ازاي. وبعمل منها الجزء الاكبر بنشفه. هتقولي لي ليه الاكتر ناشف؟ هقولك ليه. لان انا لو جبتها وخزنتها زي ما انتم شايفين كده، الدرج بتاع الخضروات هيتملي كل الملوخيه. اذا لما اجي اخزن بقى باميه او بسله او اي نوع تاني من الخضروات مش هيبقى فيه مكان، هتبقى الملوخيه هي واخده الجزء الاكبر. فانا باخد بس جزء قليل للملوخيه الخضراء، والباقي انا بنشفه. حتى بنشفه بطريقه غريبه جدا، يعني كل الدنيا تقول لي ليه بتنشفيه كده. خليكم معايا واحده واحده وانا هقول لكم قصه الملوخيه دي ايه. الملوخيه دي يا بنات انا جبتها من عند واحد بتعامل معاه دايما، اروح اجيبها منه. بتبقى غاليه وكل حاجه، بس بيجي عليها وقت دلوقتي بتريح. يعني في الوقت ده الكيلو منها بقى ب10 جنيه، فاما بتاخدي منه الكميه دي بيحسب لك الكيلو مثلا ب6 ب7 ب5. انت وشطارتك بقى حسب ما بتتفقي معاه. هاخد الكميه بكذا، لا هاخدها بكذا، تبداوا تتفقوا مع بعض. انا خدت الكميه دي كلها، الكيلو الواحد خدته على 5 جنيه، لان هو عنده بسم الله ما شاء الله كميه كبيره جدا. فده انا بتعامل معاه كل سنه ان انا باخدها منه كده. باخد جزء منها يا بنات زي ما انتم ما شايفين كده. الملوخيه اللي ورقتها كبيره دي هي اللي تجيبيها. انا كنت هقول لكم على حاجه وافتكرت ان انا اقول لكم عليها الاول قبل ايه ما يمشي المقطع ده. شايفين الملوخيه عامله ازاي؟ نقي الملوخيه اللي تكون ورقتها كبيره يا بنات، وتكون خضره زي ما انتم ما شايفين كده. ده الشوال التاني. جبت شوال وريته لكم فوق، وده الشوال التاني. هنبدا نقطفها زي ما انتم شايفين كده. في ناس بتقطفها بالعرق بتاعها اللي انتم شايفينه دوت. شايفينه يا بنات؟ انا هقول لكم بس على القصه دلوقتي، بس عشان ايه؟ عشان مقطع الفيديو دوت ما يروحش مني. انا ما بحطوش بصراحه، اعوذ بالله من كلمه انا لما باجي اعملها بعملها زي ما انتم ما شايفينها كده بالظبط. في ناس تقول لك لا اصل هي العرق دوت هو اللي بيديها طعم وبيعمل لها عرق. لا، هي طبعا لا. الملوخيه ذات نفسها، شايفين العروق اللي فيها دي يا بنات؟ شايفين الورقه دي اللي انتم شايفينها دي فيها عروق اهي، والملوخيه ذات نفسها فيها عرق. فما حدش يقول لك لا اصل احنا بنقطفها كده علشان خاطر تطلع عرق. لا، الكلام ده مش مظبوط. انا عاملاها مليون مره. لما تشيلي حتى الحته اللي تحت دي برضه هتطلع عرق، لان الورقه ذات نفسها فيها اللزوجه اللي انتوا بتشوفوها في الملوخيه اللي بتعمل معانا الايه، الخيوط ديت من الملوخيه. تمام كده؟ عايزه تقطفيها بيها بالعرق اللي انا شيلته ده براحتك، قطفي زي ما انت عايزه وحطيها بيها، هي مش هتضر. بس انا سبحان الله انا ما بحبهاش. انا بحب اعمل الورقه بورقتها فقط لا غير. انا جبت الكميه دي بقى كلها بصراحه، يعني ما قلت لا مش هتعجن فيها لوحدي، فعجنت عيالي معاهم. قلت بقى يتعجنوا معايا كده ونبدا نعملها. فكل واحد خد له جزء على مدار يومين. انا كنت خلصتها بحطها في مكان بارد، ما بحطهاش في المطبخ لان الجو حر. بعملها على يومين لما بنقعد كلنا انا وهم، وبتبقى مثلا اختي موجوده معايا وكده، بنعمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها. انا بعمل ايه بقى؟ بغسلها زي ما انتوا ما شايفين، هتشوفوها معايا دلوقتي. بحط الكميه في اطباق زي ما انتوا ما شايفين كده، وبصراحه بروح على البانيو ببقى مصبناه كويس وشطفاه كويس وبخليه زي الفل، وبعدين احط السداده واملاها ميه. ابدا اغسلها كلها مره واحده. مش عايزه اقول لكم يا بنات انا طلع عيني في غسيل الملوخيه. بصوا خدت مني مجهود فوق الوصف. مش هقول لكم بقى ايه على يعني على حاجه هتتصدموا فيها، او هقول لكم الملوخيه دي كلها بفضل الله، يعني الحمد لله ان هي جت على قد كده، كلها اترمت. اقسم بجلال الله ما خدنا منها طبق، كلها يا بنات اترمت. بعد ما تعبت في شيلها وجبتها وقطفتها. بصوا الكميه قد ايه، بحطها تنشف كده زي ما انتم ما شايفين، علشان خاطر ايه؟ افرزها نص، او مش نص، الربع اخده اخرطه، والباقي اخده انشفه. انا بغسلها الاول قبل ما تنشف، لان انا ما بحبش انشفها كده بصراحه. يعني انا غريبه في القصه دي. ومشغله عليها المروحه، احط لها كبرته قديمه زي ما انتم ما شايفين كده، وعليها الملايه بتاعه الايه الملوخيه دي. انا مخليها للملوخيه والباميه والتفريزات بتاعتي، وبفرزها زي ما انتم ما شايفين كده. رحت اشتريتها من الراجل. واحده شافتني اقسم لكم بجلال الله قالت كلمه صعبه شويه. قالت انت رايحه تفتحي محل كل ده هتاكلوه؟ فالملوخيه ما قعدتش يا بنات. هوريها لكم في اخر الفيديو، ابقوا بصوا كده على الصور اللي في اخر الفيديو، هسيبها لكم في اخر الفيديو. ما قعدتش والله الذي لا اله الا هو، اترمت كلها. انا مش زعلانه على الفلوس، يا الحمد لله ان هي جت على قد كده. انا زعلانه على تعبي. تعبت جامد جدا في تقطيفها، وعلى ما شطفتها كمان طلع عيني. وارجع اقول الحمد لله رب العالمين ان هي جت على قد كده. كويس ان احنا ما كلناش منها. يعني الحاجه اللي يتبص فيها لما تترمي ما تزعلوش عليها.
بصوا يا بنات بقى، نرجع للفيديو. الملوخيه في ناس بتفرزها كده، يعني تقفليها تلفيها كده زي ايه. انا بعمل اوقات كتير اللي هو ورق العنب بتاعي بعمله بالطريقه دي، وبحطه كده يقف ايه افقي في ضرفه الفريزر. عندي ضرفه كده في الفريزر زي بتاعه ضرفه التلاجة اللي بتشيل الازاز، فبحطه كده يقف افقي وبخليه جنب بعض. اما الملوخيه فانا مش هعملها كده، انا هعملها بنفس الطريقه وابرمها كده زي ما انتم ما شايفين، واطلع منها الهواء كله، وابدا افرزها زي ما انتم ما شايفين كده، وابدا احطها فوق بعضها وتتحط في الفريزر. يا بنات رجاء مني ليكوا لما تروحوا تشتروا ما تشتروش الكميات دي. انا الحبه اللي انا فرستهم معاكم دول كانوا 2 كيلو او 3 كيلو، جبتهم عملتهم لوحدي بصراحه. بقيت كل فتره اجيب 2 كيلو وافرزهم، 2 كيلو وافرزهم. اكتفيت بالكميه اللي انا عايزاها اللي هي خضره، وما خزنتش ناشفه السنه دي نهائي، لان انا كنت بحب اعملها ناشفه، كانت بتبقى جميله وبعملها بطريقه حلوه قوي. ان شاء الله لو كان لينا عمر وجبتها السنه الجايه هفرزها معاكم ناشفه، هوريكم ازاي بتتعمل ناشفه. بعملها بطريقه حلوه قوي وتفضل خضره معاكي ونضيفه فوق الوصف، وبتبقى احلى ما تشتريها من بره 1000 مره. هي بتبقى كميه متعبه، بس بتقعد عندك بصي مش عايزه اقول لك طول السنه، وهقول لك كمان تشيليها فين وتفرزيها فين. اهم حاجه يا بنات لما تروحوا تشتروها ما تشتروش كميه كبيره يا بنات، كده حد يشوفكم يبقى مش كويس. خليها 2 كيلو في 2 كيلو احسن، واعمليها واحده واحده. دي كانت معموله معايا من السنه اللي فاتت يا بنات. بحطها في قلب تعمليها بقى في قلب الخلاط، تعمليها في قلب الكبه حسب المتاح عندك. اهي دي الملوخيه يا بنات. اسيبكم بقى معاها، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.